ازيكم يا جماعه. ابل اطلقت النسخه التجريبيه السابعه من اي او اس 26 وبصراحه ادائها خرافي جدا. يلا بينا نخش في الموضوع على طول. يلا بينا. اول حاجه الاجهزه المدعومه لاي او اس 26 عشان نكون في الصوره برضو من اول ايفون 11 وانت طالع. الاجهزه الخارجه من الدعم اكس ار اكس اس اكس اس ماكس دول مش هيوصل لهم تحديث اي او اس 26 في شهر 9 اللي جاي، يعني اقل من 3 اسابيع. بالنسبه لرقم البناء، فلو دخلنا كده على رقم البناء والاعدادات عام حول وسوفت وير، هتلاقيه بينتهي بحرف الاي، وكده معناها ان احنا قدامنا تحديث كمان وبعديها نسخه الار سي. يعني ممكن نشوف الاسبوع الجاي يوم الاثنين الجاي بيتا 8 اللي هو النسخه التجريبيه الثامنه للمطورين، والاسبوع اللي بعديه على طول يوم الثلاث هنشوف نسخه الار سي، وممكن نشوف نسخه 9 من نسخ المطورين لو الموضوع مستحق ان ينزل نسخه تجريبيه 9 قبل النسخه التجريبيه النهائيه. بس المتوقع ان هو النسخه التجريبيه الثامنه هتنزل بعديها على طول نسخه الار سي. بالنسبه للمميزات، لو دخلنا على الاعدادات ورجعنا ورا ودخلنا على البطاريه ونزلنا تحت عند وضع الطاقه، هتلاقي حاجه اسمها وضع الطاقه التكيفي. احنا عارفينه طبعا، بس دلوقتي بقى في ميزه جديده ان انت تقدر تعمل تفعيل لاشعار الميزه دي اما بتتفعل. يعني لو الميزه دي اتفعلت معاك هيديك تنبيه، اما الميزه دي تشتغل هيجي لك اشعار على طول ان الميزه دي قيد التشغيل او شغاله دلوقتي، ودي بصراحه حاجه كويسه. كمان لو دخلنا على الاعدادات ونزلنا على الكاميرا ونزلنا تحت خالص، هتلاقي حاجه جديده اسمها سيف كابتشر تو فوتو لايبراري. يعني ان انت دلوقتي لو اي صوره اتبعتت لك في الرسائل اللي هي بتاعت الاي مسج هتتسيف اوتوماتيك لمكتبه الصور. تقدر تفعل الميزه دي، يعني لو اي فيديو بعت لك او صوره او اي حاجه في الاي مسج هيتحول على طول لمكتبه الصور، وتقدر تلغيها عشان ما ياخدش مساحه في الجهاز. كمان السائل الزجاجي بقى دلوقتي افضل من الاول بكتير، وقربنا قوي من النسخه التجريبيه الاولى بالذات في مكتبه تطبيقات. زي ما انت شايف قدامك كده السائل الزجاجي شكله جميل جدا، وتحس ان هو قريب قوي من النسخه التجريبيه الاولى وبقى افضل من الاول بكتير. حتى لو دخلنا على الصور هتلاقي عندك السائل الزجاجي زي ما انت شايف قدامك كده السائل الزجاجي رجع زي النسخه التجريبيه الاولى تقريبا، وبقى شكله افضل من الاول بكتير. يعني ابل حاولت ترجع نفس شكل السائل الزجاجي تاني زي الاول. حتى في تطبيق الموسيقى لو دخلنا كده شايف السائل الزجاجي بقى شكله احسن من الاول بكتير. كمان ميزه قياس نسبه الاكسجين في الدم، ما قلت لك في تحديث اي او اس 18.6.1 نزل كمان في النسخه التجريبيه السابعه من اي او اس 26 وبقت موجوده عادي. الميزه دي شغاله في الولايات المتحده وشغاله على ساعات ابل واتش سيريس 9 و10 والترا 2. فدي بالنسبه للمميزات اللي نزلت في النسخه التجريبيه السابعه وبعد التحسينات زي ما قلت لك على الليكويد جلاس. بالنسبه للاداء، بصراحه اداء الجهاز مفيش غلطه يا جماعه. نظام اي او اس 26 من بعد النسخه التجريبيه السادسه ودخلنا في السابعه بقى مختلف تماما من حيث الاستقرار والسخونيه والاداء. بقى بصراحه اداء مستقر، اول مره اشوف الاداء مستقر بالشكل ده. بصراحه النسخه دي اكتر نسخه مستقره من حيث البروموشن، السلاسه، مفيش تهنيج، مفيش سخونيه، مفيش لاج. تحديث يعتبر شبه رسمي. فبصراحه النسخه التجريبيه السابعه ممتازه جدا في الاداء. ما قابلتش اي حاجه زي تقطيع او دروب فريم. حتى في الاشعارات لما باجي انزل الاشعارات وبنزل بسرعه مفيش دروب فريم خالص. الجهاز سلس بطريقه جميله. ال 120 هرتز شغالين باعلى كفاءه. بصراحه التحديث مقدم اداء خرافي بالنسبه اللي انا لسه منزله وما اديتلوش كمان الوقت الكافي بتاعه عشان يعالج نفسه في الخلفيه. فبصراحه اداء مستقر جدا عكس المتوقع. احنا لسه قدامنا بيتا 8 ولسه نسخه ار سي، فمن دلوقتي نسخه الار سي هنشوف استقرار رهيب مع النسخه الرسميه. بالنسبه للبطاريه فما اقدرش احكم على البطاريه، بس بالنسبه لو الاداء تمام فطبيعي البطاريه بتكون تمام. بس يعني المره دي ممكن تختلف شويه والبطاريه فعلا نلاحظ ان في استقرار ملحوظ للبطاريه. فما اقدرش احكم على البطاريه دلوقتي، لازم اديها يوم او اتنين عشان اشوف استخدامها وتجربتي معاها، وساعتها اقدر احكم على اداء البطاريه. بس المتوقع اللي انا بقوله لك ان اداء البطاريه هيكون ممتاز. لو دخلنا كده على الاعدادات ودخلنا على البطاريه وشفنا صحه البطاريه،
هتلاقي 85% ما قلش خالص غير 1% على مدار التحديثات التجريبيه، ودي حاجه ممتازه. طيب بالنسبه لحدث التحديث ده ولا لا، النسخه التجريبيه السابعه تحديث ممتاز ومهم جدا لو اي حد على اي نسخه اقل من النسخه التجريبيه السابعه. لو انت على نسخه مطورين من iOS 26 سواء بيتا 1 2 3 4 5 6، حدث للنسخه السابعه، استقرار رهيب جدا. لو انت على النسخه التجريبيه العامه حدث عادي لنسخه المطورين. النسخه التجريبيه السابعه مستقره بطريقه كبيره على ايفون 15 برو ماكس، بصراحه مفيش حراره، مفيش لاج، مفيش تقطيع، مفيش اي مشكله واجهتني لغايه دلوقتي. طيب لو انت على تحديث رسمي زي 18.6.1 او اقل، يعني 18 تحديثات iOS 18 او اقل منها، لا خليك زي ما انت، استنى للنسخه الرسميه. خلاص ناقص اقل من 3 اسابيع وينزل iOS 26 في مؤتمر ابل اللي جاي يوم 9/9 مع اصدار ايفون 17. بالنسبه لنسخه iOS 26 البابليك بيتا الرابعه هتكون نازله يوم الخميس زي المعتاد، بعدها بيومين على طول بينزل يا الخميس يا الاربعاء بينزل نسخه البابليك بيتا للجميع. بالنسبه للنسخه التجريبيه الثامنه هتنزل زي النهارده يوم الاثنين اللي جاي ان شاء الله، وبعديها هتنزل نسخه الار سي يوم الثلاث، يعني الاسبوع اللي جاي النسخه التجريبيه الثامنه، الاسبوع اللي بعديه هيكون نسخه الار سي وهي النسخه التجريبيه النهائيه خلاص، بينزل بعدها النسخه الرسميه يوم 9/9. احنا بنتكلم انها تكون يوم الثلاث، نسخه الار سي بتكون يوم الثلاث مش يوم الاثنين. بالنسبه لاي او اس 26 نفسه الرسمي بقى هيكون يوم 9/9 مع مؤتمر ابل على طول. كمان على حسب كلام مارك جورمان في اخبار بتقول ان في تحديث فرعي نازل لاي او اس 18.6.1 هيكون نازل باسم 18.6.2، لان تحديث iOS 18.6.1 نزل عشان ميزه واحده وهي قياس نسبه الاكسجين في الدم، فهو التحديث نزل عشان الميزه دي بس ما سدش ثغرات ولا اي حاجه ولا في اي ملاحظات من ابل حوالين التحديث ده. فتقريبا التحديث ده هينزل قريب جدا على حسب كلام مارك جورمان عشان يعالج بعض الاخطاء اللي ظهرت في النسخه دي الفرعيه وكمان يسد بعض الثغرات. بالنسبه ل 18.7 ممكن نشوفه قريب جدا بس مش دلوقتي. وبس كده، ده كان تحديث النهارده وده كان الجديد في iOS 26 النسخه التجريبيه السابعه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس. اشوفك الحلقه الجايه، سلام.